حاسس دايما بالنوم وعندك همدان ومش عارف تشتغل وتحس ان في غلوشه كده ولسه ما فوقتش. انت غالبا فاكر انك هتحتاج شويه قهوه وهتفوق، بس الحقيقه غير كده. طب السؤال دلوقتي، ليه التهنيج ده؟ اولا خلينا نستبعد الاسباب المنطقيه. ما تبقاش نايم الساعه 5 الفجر وعندك شغل الساعه 8 الصبح ومستغرب انت قايم ليه مش فايق. جسمك لازم ياخد راحته من النوم من 7 ل 8 ساعات بالليل. طيب نبدا بالاسباب. اول سبب هو اول حاجه بتبدا بها يومك، الفطار. لو ركزت في الفطار على النشويات فانت بتجبر جسمك انه يطلع كميه انسولين كبيره فيقوم يسحب السكر من دمك بزياده، وهنا دماغك بتحس ان مفيش سكر وان احنا ما عندناش طاقه فبتقول لك روح كمل نوم. السبب التاني هو الجفاف. حتى لو بتشرب ميه كفايه عشان قلبك يدق وعضلاتك تتحرك ومخك يفكر، محتاج معادن زي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. لو عايش على ميه مفلتره كتير من غير ما تعوض الاملاح دي فانت حرفيا بتغسل المعادن دي من جسمك وبتسبب لنفسك جفاف وانت مش حاسس، وده اللي بيعمل لك همدان ووجع في العضلات. طيب ايه الحل؟ اعمل اللي هقول لك عليه لمده 3 ايام وشوف الفرق. اول خطوه هو الفطار. اول وجبه لازم تكون بروتين صافي، بيض، جبنه قريش، لو عايز تفطر لحمه، المهم ان يبقى بروتين بس. طب ليه؟ عشان تحافظ على ثبات سكر دمك لمده 6 ساعات قدام. الخطوه التانيه هي القهوه اللي بتبدا بيها يومك، اجلها ساعتين. ما تصدمش جسمك بالكافيين اول ما تصحى عشان ما تضربش هرمون الكورتيزول. الخطوه الثالثه عايزين نعوض الاملاح اللي مش موجوده في الميه. في حل صغير، كوبايه ميه عليها عصره ليمون وربع معلقه ملح بحر، ده هيرجع النشاط لكل عضلاتك تاني. او لو مستثقل الخطوات دي اشتري كيس محلول جفاف وفرغه في نص كوبايه ميه واشربه، هتحس بفرق في وقتها. انت مش كسلان، ده خلل في الويندوز اللي مشغل جسمك. ظبط اكلك عشان طاقتك تتظبط. لو عايز تعرف اكتر ازاي تعالج مشاكلك الصحيه بالاكل تابعنا في دايت ريميكس. سلام.